تخيل ان البراز بقى علاج للسمنه والاكتئاب. انت سمعت صح، لكن ازاي؟ خليني اشرح لك. في حاجه في جسمك اسمها الميكروبيوم، ودي ببساطه البكتيريا اللي عايشه في امعائك واللي عددها بيكون بالمليارات. البكتيريا دي مش بس مسؤوله عن الهضم، دي كمان بتاثر على وزنك، جهازك المناعي، ومودك النفسي كمان. والقصه بدات لما الاطباء عملوا عمليه لسيده كانت بتعاني من الم في معدتها، وكان الحل نقل براز من امعاء شخص تاني ليها. بعد العمليه الست حالتها اتحسنت، لكن وزنها بدا يزيد بشكل كبير، والسبب هي البكتيريا. ببساطه الاشخاص اللي بيعانوا من سمنه مفرطه بيكون عندهم نوع معين من البكتيريا في امعائهم، ولما نقلوا البكتيريا من ناس رفيعين لناس عندهم سمنه عن طريق زراعه البراز، الناس اللي اتعمل لهم الزراعه وزنهم بدا يقل. بس المفاجاه ان العلماء لقوا علاقه قويه بين بكتيريا الامعاء دي والاكتئاب، وده بعد ما لاحظوا تحسن مزاج الناس اللي عندهم اكتئاب لما اتزرع لهم بكتيريا من ناس اصحاء. وده لان كان عندهم نقص في نوع معين من البكتيريا المفيد. وده معناه ان اللي بيحصل لك في بطنك ممكن يغير مودك ومشاعرك كمان. واللي احنا متاكدين منه حاليا ان البكتيريا اللي جوانا اقوى بكتير مما كنا فاكرين، لانها ممكن تخلينا نتخن، ممكن تخلينا نحزن، وممكن تخلينا نخف، وكمان ممكن تخلينا نعمل فل